السلام عليكم وعلى كل اللي بيشوفونا، واهلا بيكم في مطبخ ساسي. ان شاء الله النهارده هنعمل صينيه حاجه حلوه كده. لا هي كيك ولا هي بسبوسه، هي حاجه بين الاتنين بس طعمها حلو قوي، وان شاء الله باذن الله تعجبكم. وبليز قبل ما تتفرجي على الفيديو ما تنسيش تضغطي على لايك علشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد من المشاهدين، وما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل الاشعارات لاي فيديو انزله. يلا نشوف الطريقه. بسم الله الرحمن الرحيم. المكونات معانا 2 جزر حجم متوسط، وزنهم حوالي 250 جرام. هنبشرهم في المبشره. اتنين بيضة، والمكونات كلها بدرجة حرارة المطبخ. 80 مللي من الزيت، يعني نص كوباية الا معلقتين كبار. نص كوباية من الزبادي، 125 جرام، او ممكن تستخدمي علبة الزبادي اللي انت بتشتريها من بره اللي هي البلاستيك اللي بتبقى 110 جرام، برضو تقدري تستخدميها، وزنهم قريب من بعض. نص كوباية الا معلقة كبيرة من السكر، يعني 100 جرام. معلقة كبيرة من بشر البرتقال، وتقدري تستبدليها بنص معلقة صغيرة من الفانيليا. هنضربهم في الخلاط الاول مع بعض. هضيف كوباية ونص من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسة، يكون دقيق وسط يعني 250 جرام. الجزر وزنه قد وزن دقيق السميد. معلقة كبيرة من البيكنج باودر 10 جرام. دي صينية مقاس 26، دهنتها بالسمنة. اوبس دهنتها بالسمنة ورشتها برضو بدقيق السميد. هنصب الخليط بسم الله، بيبقى زي ما احنا شايفين كده تقيل. نفردها في الصينية. هتدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقة من تحت، ومن فوق تشغلي لها البرويل، يعني بتاع دقيقتين كده لحد بس وشها ما يحمر. وهي سخنة نهزها بس كده، هي اصلا يعني مش ملازقة، وهي سخنة نقلبها على طول. بسم الله. طرية جدا يا جماعة، بصوا. هسيبها لحد ما تبرد خالص. هضيف مربى مشمش، فكيتها شوية على النار، نار هادية كده عشان تسيح معانا. ممكن برضو تستخدمي مربى البرتقال. هنضيف لها اي مكسرات، ممكن جوز هند لو تحبي. بسم الله نقطعها. ممكن تعمليها في صينيه مقاس 24 عشان تطلع اعلى لو تحبي يعني. بسم الله ادوق. والله يا جماعه طعمها خطير خطير، بالذات لو عملتيها ببشر البرتقال بيفرق جدا جدا مع كوبايه شاي بقى كده بالليل، تاخديها على العشاء او الصبح. حاجه جامده جدا ومغذيه، طعمها مع الجزر روعه. جربوها والله بجد مش هتندموا. بتمنى الوصفه تكون عجبتكم النهارده. مستنيه تعليقاتكم واعجاباتكم على الفيديو ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناه. كانت معكم ساسي من مطبخ ساسي مصر. باي باي.